السلام عليكم، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ريحانة طالبة تانية بكالوريا مسار هندسة علوم حاسب. فيلا ندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. مسار هندسة، اختار ايه؟ كيمياء ولا برمجة؟ كل واحدة فيهم هتفيدني في ايه مستقبلا في الجامعة اللي هدخلها. نتكلم الاول عن الكيمياء. منهج الكيمياء السنة دي هيكون عبارة عن نقل وتوزيع لأجزاء من فصول منهج كيمياء تانية ثانوي وتالتة ثانوي القديم، يعني هياخدوا أجزاء من هنا على أجزاء من هنا ويحطوها لينا ويبقى ده المنهج. وكيميا يعني عشان الحتة دي انتوا بتتكلموا فيها كتير. الكيميا اي نعم ما خدناهاش كمادة منفصلة قبل كده، بس واخدين منها اجزاء كتير يعني في علوم اعدادي وفي العلوم المتكاملة بتاعت اولى ثانوي. يعني في اعدادي خدنا الجدول الدوري، رموز العناصر، التركيب الذري للمادة، المخاليط، التوزيع الالكتروني، الروابط، وازاي تكتب معادلة كيميائية وتوزنها عموما. وفي ثانوي اخدنا تطبيقات النانو تكنولوجي، المواد أحادية وثنائية وثلاثية الأبعاد، الأحماض والقواعد، روابط المياه، وجزء كبير من الغلاف الجوي وتكوين الأحماض. فبما إنك افتكرت الكيمياء ولقيت نفسك كنت كويس وشاطر في الأجزاء دي، وشايف إنك أحسن فيها من عملي البرمجة بتاع أولى ثانوي اللي هو كيريو، يبقى الكيمياء هي الخيار الأحسن ليك. ندخل بقى على البرمجة. أولا هي البرمجة مش جديدة علينا، احنا واخدينها قبل كده في أولى ثانوي كمادة منفصلة بنظري وعملي، وحتى برضه واخدينها في إعدادي وفي 5 و6 ابتدائي تقريبًا كان كمبيوتر، بس واخدينها اللي هو العملي بتاع البرمجة اللي هو كان كاريو، وواخدين برضه حتت من تانية وتالتة إعدادي كنا واخدين منها أجزاء من أكواد ال HTML والCSS، والCSS كان أكتر يعني اللي هو بتاع الbackground والحاجات دي، يعني ما أظنش إنكم هتفتكروها. ثانيًا بقى بخصوص المنهج العملي اللي هو كاريو اللي برضه كلكم بتسألوا عليه، هو غالبًا هيكون موجود في كل المسارات، اللي هو الجزء الفاضل من منصة كيريو اللي هو من الفصل ال30 لحد ال42، وما أظنش إن إحنا هنمتحن فيها، مش عارفة، يعني الحتة دي لسه مبهمة والوزير ما قالش أي حاجة على الموضوع ده. فأنا نصيحتي ليكم إنكم تخلصوهم في الإجازة بما إنكم فاضيين يعني عشان تسهلوا على نفسكم، وحتى لو أي قرار جديد نزل عنهم تبقى انتوا مخلصينهم. منهج البرمجة بقى اللي هو في المسار بتاع الهندسة هيكون ليه كتاب وامتحان ورقي، يعني هيكون منهج نظري، بس المنهج النظري ده مش هيبقى زي منهج النظري أولى ثانوي، هيبقى منهج نظري بس مذاكرته عملي، يعني تطبق عشان تفهم. والتطبيق ده هيكون من خلال برنامج الفيجوال ستوديو، واللي هعمل لكم فيديو عنه وازاي تنزلوه للكمبيوتر. وإن شاء الله ناوية كده أعمل لكم كورس صغير يعني عن اللغات الأساسية في المنهج، أو اللي ممكن المنهج يبقى عنها غالبا يعني بنسبة كبيرة جدا، اللي هما ال HTML وال CSS وال JavaScript، هما اللغات الأساسية أصلا لأي موقع. فهيكون مثابة كورس تأسيسي كده، وبس كده يعني ندخل بقى لأهم حاجة. المواد دي هتوديني فين في الكليات أو هتساعدني في ايه في الكلية؟ المواد دي هتساعدني في ايه في الكلية؟ الكيمياء هتساعدني في كلية ايه؟ والبرمجة هتساعدني في كلية ايه؟ عندك مثلا لو عينك على كلية علوم أرض، علوم بترول وتعدين، الحاجات دي عموما يعني، فالكليات دي أساسها الكيمياء، فوفر على نفسك واختار كيمياء. لو عينك على كليات تكنولوجية بشكل عام زي كلية ال AI الذكاء الاصطناعي، كلية حاسبات ومعلومات، الكلية المصرية للصناعة التكنولوجية، أو نظم المعلومات إلى آخره، فريح دماغك واختار برمجة. طيب كلية الهندسة، يعني لو عايزة هندسة عامة، ايه اللي هيساعدني؟ البرمجة ولا الكيمياء؟ هو عموما مش هتفرق، اختار برمجة أو الكيمياء عادي، لأنك بإذن الله لما تدخل هندسة عندك أول سنة اللي هي أولى إعدادي هندسة، مفيش أولى عموما اللي هي إعدادي هندسة يعني، كده كده انت هتاخد فيها المادتين، بس البرمجة تبقى بشكل تاني، تبقى بشكل متوسع اكتر، هيبقى عندك امن سيبراني وحاجات اكتر، وهتاخد الكيمياء وهتاخد فيزياء وهتاخد مواد ثانوي تاني بالاضافة لمواد تانية ورسم هندسي او حاجة زي كده مش فاكرة قوي، فتاخدها.
عشان تتأهل إنك تبقى مهندس في التخصُّص اللي مجموعك في إعدادي هندسة دي يجيبه، هيبقى في بعد تنسيق الثانوية العامة اللي دخّلك هندسة، هيبقى في تنسيق داخلي من مجموع سنة أولى هندسة، ده اللي هيدخّلك التخصُّص بتاعك الهندسي. رابع حاجة بقى، يعني هارُد على مخاوفكم، في جملتين باسمعهم كتير أوي، اللي هو أول حاجة جملة ما فيش مدرسين برمجة فهاختار كيميا، دي حقيقة الصراحة، بس ليها حلّين يعني. أولًا في ناس كتير جدًا خريجات حاسبات ومعلومات هيشتغلوا المنهج ده السنة دي سواء يوتيوب أو منصات، وأشهرهم مستر أحمد السقا وهو عن تجربة شاطر جدًا ما شاء الله، وأنا كنت باخد معاه في أولى ثانوي والامتحان جه من كلامه، فهاسيب لينك قناته برضه تحت لو عايزين تبصوا، وكمان هينزّل فيديو تأسيسي قريب إن شاء الله. ثانيًا المنهج عملي وتطبيقي، يعني أنت تقدر تاخد كتاب الوزارة اللي هينزل على موقع الوزارة PDF وتفتح وتفتح الvisual studio اللي هاعرّفك تفتحه إزاي، وتطبّق مع نفسك وتذاكر على الكمبيوتر من غير مدرس، من غير ورقة وقلم، عادي، بس أظن الخيار الأول أحسن، عشان مش كُلّه عنده اللي هو ضبط النفس إن هو يذاكر لوحده، عارفة الموضوع ده جرّبته. جملة هاختار كيميا عشان أضمن مجموعي، هو القلق ده طبيعي، بس أنت ما تختارش مادة لمجرد إنك خايف من التانية، ممكن تكون التانية هي اللي أفضل لك وأفضل لمستقبلك، يعني عندكم أنا مثلًا طبّقت الحاجات دي على نفسي، وما كنتش كويسة خالص في الكيميا سواء في الثانوي أو في إعدادي، وبازهق منها والحمد لله العكس تمامًا في البرمجة وكويسة فيها، ومعايا برضه شهادة منصة كيريو الترم الأول، وهاشتري برضه بتاعة الترم التاني، وبالمناسبة كاريو بتقدّم المواد المتقدّمة اللي هي مع الشهادة دي، اللي هي ب250 جنيه بتقدّم بجد المحتوى كويس، ويعتبر برضه كورس تأسيسي لطلاب هندسة اللي هيختاروا برمجة، وهتفيدك جدًا عمومًا لو أنت شغوف بالبرمجة، بس سعر 250 ما أظنش إنه مناسب للكل، فالكورس اللي أنا قُلت إن أنا هاعمله عن ال3 لغات دول، هو يعتبر أصلًا نفس محتوى المواد المتقدّمة دي، فهاوفّر عليكم وهادّيه لكم ببلاش يعني، خلّيني أنا بس اللي ال أهم نقطة بقى والأخيرة، قبل ما تاخد القرار النهائي أهم حاجة الكورسات التأسيسية، اسمع كورس تأسيسي المادة اللي ارتحت لها سواء كيميا أو برمجة، أو لو فاضي اسمع للاتنين عادي يعني، إحنا في إجازة، أنا في إجازة يعني بطّل scroll واسمع كورس التأسيسيين يعني، هييجي لك تعفن دماغي، أقول لك إيه، ما علينا. ونصيحة تانية بقى، ما فيش حاجة اسمها أنا هاختار كذا عشان صاحبي اختار كذا، هادخل كذا عشان صاحبتي دخلت كذا. صاحبتك غيرِك وصاحبك غيرك، يعني غلط، الناس نوعين، يعني ناس مخها رياضي منطقي ودي بتحب التكنولوجيا ودي هتمشي جدًا في البرمجة وأنا منهم عمومًا، وناس ليها في حفظ وفهم المعادلات وبتحب التجارب العلمية والحاجات دي يعني، وبتعرف تحفظ المعادلات أنا ما أعرفش إزاي، ودي هتمشي أوي برضه في الكيميا، فأنت اعرف نفسك أنت أنهي نوع فيهم وبلاش استهواء، وبس كده والسلام عليكم.